انت من تونس يا استاذ بيرم؟ جدي الاعلى اللي من تونس. وانت اتولدت هنا؟ انا اتولدت هنا، والدي اتولد هنا. كان بيشتغل ايه والدك؟ عنده مصنع حرير. وانت؟ انوال يدويه. اسم بيرم ده معناه ايه يا استاذ؟ الاسم اصله تركي. يعني ايه كلمة بيرم نفسها؟ معناها عيد، ويسموه بيرام، حتى في اللغة الفرنسية معروف لغاية دلوقتي يقولوا بيرام. يعني عيد. ايوه. عمرك كم سنة؟ 60 67. ربنا يديك الصحة. يبارك فيك. الراديو حوار أمال فهمي. اتعلمت لغاية سنة ايه؟ سنة أولى. أولى ايه؟ أولى في غيرها، أولى تحضير. طيب. هي سنة واحدة كلها اللي قعدتها. وبعدين؟ ولا قبلين مات والدي. وقرايبي ما اهتموش اني استمر في المدرسة، لأنهم هم ذاتهم ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا. ان المدرسة ذهاب إليها بقى يعني حاجة مش ضروري قوي. امال عملت ايه؟ عشت ازاي؟ كنت اتعلمت جانب صغير من القراءة والكتابة. كنت اقرا الكتب الصغيرة اللي اقدر عليها، كان ممكن اقراها يعني. ايوه. والسبب اللي خلاني اقرا الساعد قوي جزء عامة، فانا الجزء اللي ده هو اللي نفعني وخلاني اقرا باستمرار وبسهولة. في اول حياتك اشتغلت ايه؟ فتحت دكان بقال. ايه رايك؟ بقال؟ كنت بنافس واحد جريجي في الحي عندنا. وكان مزخرف دكانه بالبلاميطه، عارفه اللاكربه والكسكمري، انواع السمك المجففه اللي كانت تيجي من اليونان، والبسطرمه فكنت احسده، لان كنت اشوف البقالين العرب فاتحين جنبه، الواحد منهم قاعد وحواليه شويه قفف متبحتره فيها فول وعليها شويه عدس متلخبطين، وايديه متعصى فحم، وريحه الجاز طالعه من دكانه وحاجه كرب. فعملت دكان من هذا الطراز، بس الناس كانت تفوت عليا وانا واقف صغير، ما كنتش املى عينهم، واللي كان يجي عليا يشتري من عندي يجي يشتري شوك. فما نفعتش. قعدت فيه لها 6 سنين يعتبر ناجح. طفل ماسك دكان يقع فيه 6 سنين يعتبر ناجح. وبعدين لأسباب اهو، لأسباب كنت أسيب كل شيء وأقعد أقرأ في كتاب. في كل مرة يا أستاذ بيرم الحقيقة قعدت معاك، وخاصة شهر رمضان ده أنا بلتقي بيك يعني أكتر من مرة. كنت في مناسبات أسمع منك حكايات تدل على أن أنت حياتك فيها يعني صور عجيبة. أنا سمعت مثلا أنك أنت اتنفيت. تحكي لنا بقى بعد ما يعني قفلت دكان البقالة اللي أنت كنت فاتحه. النقلة اللي خلتك بعد كده. كان عندي بيت بعته، أقول لك أنا إزاي كده حالا. وكنت المطالعة اللي المدة اللي طلعت فيها وقريت كانت متعبي. قريت الكتب الضخمة من الكتاب أبو تعريفة إلى كتاب الأغاني ونفح الطيب والمقتبس في أخبار الأندلس. ما خليتش. وساعدني إن واحد كان شاري 70-80 كتاب من الكتب الغالية، وتوفى إلى رحمة الله، وأهل بيته باعوا التركة بتاعته بالوق. كتابه ب 27 جنيه بقى ينباع ب5 ساغ، بالجزء بتاعه 5 ساغ يعني. فاشتريته. ده نفعتني أوي المكتبة دي. وطلعت حضرت بقى الثورة في سنة 19. ايه الثورة؟ انتوا عارفين مطالب مصر عايزة ايه؟ ايوه. استقلال، وانجليز يطلعوا. فالانجليز حبوا يداروا الحكايه، قالوا طيب الاستقلال ده نسلم بيه، هيكون لكم ان شاء الله برلمان ونواب وسفراء في الخارج، وهو السلطان بتاعكم السلطان حسين اللي هيتولى الشغله دي. فتح حسين طلع بدل فؤاد. كنت انا بقى ايه، بقيت زي عاوز انفجر. كنت وقتها بتقول زجل بقى. كنت اختشى اقول ده، كنت اقول شعر قبله. وبعدين لقيت الشعر ما يساعدش على يوصل لي فكرتي للناس. الناس كلهم اميين، شعر ايه؟ واحد ما بفهمش جيت هنا القاهره اطلب رخصه بجريده، ما رضوش يدوني. رحت راجع اسكندريه تاني، جايب الجورنال الكبير اللي اهو مطبقه على 4. انا اول ما نطبق الجريده على 4 زي المجلات دلوقتي. ايوه. وكتبت بالحرف بونت 8 كتاب، وتحتها المسلة لا جريدة ولا مجلة. الراديو حوار أمال فهمي.
وابتدأت بقى المقالة الافتتاحية كانت على المسلمين والقبط، كان في بينهم نفور زمان في أيام الحركة الوطنية، فتحوها أولا بالمصافحة، بقوا القبط يروحوا الجوامع والمسلمين يروحوا الكنايس، وأنا واقف أقول أحمدك يا من فتحت الباب علينا. بعد أزمان لما دبنا واستوينا، بالله تصلي على طه نبينا وتحفوا بالفل والفتنة الزكية. وانت يا جار الهنا خليك معايا يا اللي ماسك الهجر من ليلة الرواية، خلي باب للصلح واسمع دي الحكاية، واللي فات مات ندفنه حقك عليا. يا سلام. جالنا ضيف بارد وسائع وابن جزمة، نام ممزع في القماش والوقت أزمة، والضيافة بالكتير ما تكونش لازمة غير 3 أيام ودي بال300. ده السبب اللي انت اتنفيت ده المجال ده هي زاد لون من ألوانها. ومنها بقى حتة على فؤاد ديرة ما اتجوز، دي لا تقال في الميكروفونات ولا في الجرائد ولا في حاجة يعني، وتقريبا الناس عارفاها، وربنا يغفر للجميع. ده السبب اللي انت اتنفيت بيه؟ اتنفيت عشان رحت لأول مرة لتونس ما كنتش أعرفها، وجدت الناس أنكروني وأنكرتهم، حتى العيلة اللي أنا منها أو ادعى جدي إن هو منها قالوا ما نعرفكش. رحت على فرنسا، قعدت 12 سنة. كنت بتعرف فرنساوي؟ أبدا. أمال اتعلمت ازاي؟ اتعلمت هناك برضك، كنت أعرف يعني كلمات قليلة. طيب رجعت ازاي هنا؟ رجعت من غير إذن والله، كان مستنيت ابن فؤاد مات، قلت كل أمر عشان كنت أعرف يعني إن القلوب منفتحة لرجوعي كثير، يعني لو وضعتهم أمام الأمر الواقع وهربت ما حدش يقول لي ارجع، وده اللي حصل. طيب أستاذ بيرم، أنت مشهور باللون البدوي. أيوه. في الزجل. أيوه. والظاهر بيبرس كتبت أظن حلقات كتيرة منه. فيها أما يكون شخص بدوي اكتبها بالبدوي ونعم بالبدوي كل حاجة. إيه السبب إنك أنت يعني اشتهرت باللون ده؟ الظروف ساعدتني. قلت لك والدي كان عنده مصنع نسيج. أيوه. ينسج حاجة اسمها العبريق، وهي طرحة غليظة كده تلبسها نسوان طرابلس الغرب. ما حدش بيعملها في العالم كله او في افريقيا قولي غير احنا. فكانوا العرب يجوا بعد ما يبيعوا اغنامهم وسمنهم وحاجتهم يشتروا بقى حاجتهم، ومنهم العباريق ده اهي. ايوه. فكانوا يقعدوا يعسكروا في الوكاله ليل ونهار يشربوا شاي واحنا كنا نطلب بيهم ونسمع لغتهم وكلامهم. شوف اللي يسمع كلام درنة وطرابلس ومنغازي، ايوه، كل دول موجودين هناك، فكنت اسمع غناهم احسن ناس يغنوا في افريقيا. طب غني يا استاذ. لا ما اعرفش بيقولوا ايه، انما حافظ الكلامهم اللي كانوا يقولوه بعض الاسجال من اسجالهم. ولاحظت بقى عملت لنفسي خط خط اعرف بيه، زي واحد ماشي في طريق تايه عشان ما يضلش. اللغه البدويه تبتدي عندنا من مريوط، من مريوط وبهيج والضبعه والحتت دي. العرب هناك تسمع النغمه بتاع اللغه البدويه، وتسمع شاعرهم يقول ايه: عينيه دمعتهن تنهل سبب داهن بدور شعل. يعني ايه دموع تنهل انهلالا، وهو تعبير فصيح جدا. وسبب دائهم سبب البلاء اللي جالهم بدور تشعل، يعني وجوه نيرة بيضة، سبب داهن بدور شعل. من الناحية الموسيقية شوف الكلام معمول ازاي. واسف اني نسيت حاجات كتير من عندهم. تطلعي لفوق شوية بعد بهيج تلاقي مثلا على طرابلس بقى، تلاقي الشاعر الطرابلسي حاجة حلوة قوي اخرى. هناك الشاعر يتناول كل شيء بشعره، مش بس غزل وحب. عندهم مجلس اسمه مجلس الشياب او مجلس الشيوخ اللي يفصل في الامور المهمة في احوال القبائل. ففي واحد شاعر مش عاجبينه الشيوخ دول، يقول لك ايه: شياب دروز شهادتهن عادة تجوز، شياب جرنها على المسكين قلال محنة، شياب مهارة متبعين تقول برارة، هم بارة والكاتب بارة كل ريال يقصوا منه. ياه. تطلعي فوق تونس شوية تلاقي التونسي بيقول ايه: يا سلام عليهم على غزلهم. يقول لك ايه: لولا البرق، يعني البرق، يقولوا على البرق برق زي العسل، يقولوا العسل البصل الخشب الرجب اصفر. لولا البرق العج، لا يعني لمع من منحرها من رقبتها، لولا البرق العج من منحرها كنا غدينا في سواد شعرها.